السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تربي دورة فراخ ناجحة تحقق منها عائد مادي كويس، كمان تطلع أوزان محترمة، يبقى لازم تقلل حاجتين: النافق والصردة. الحاجة التالتة المهمة التكلفة. اتكلمنا عن موضوع التكلفة، بس النهاردة هنتكلم عن ازاي تقلل الصردة بتاعتك في العناء في العنبر بتاعك، وكمان تقلل النافق معاه. علشان تقلل الصردة الأول، ودي أهم حاجة، أو تحد من الصردة أو تنهي على الصردة تماما في عنبرك، يبقى لازم تأكل نظام الوجبة. الوجبة اللي هو زي ما بنقول كده مثلا بالطاقة. زي انت مثلا ما ينفعش تاكل الصبح و او يتحط لك الاكل الصبح، وكل ما تجوع هو نفس الاكل هتدخل تاكل فيه زي ما هو. بعد 6 ساعات، بعد 7 ساعات هتبدأ انت نفسك تزهد من الاكل، استحالة هتاكله. انما لما بتوزع نظام الاكل بالوجبة، ده افضل نظام. دايما هتلاقي شهيتك مفتوحة للاكل، كمان الاكل طازة قدامك، فده هيخليك تاكل اكتر. كمان لما تجوع هتاكل اكتر. يعني ايه ناخد ايه من الكلام ده؟ تاخد من الكلام ده ان انت ما ينفعش من بعد كتكوتك ما يوصل 150 جرام، يعني يعتبر من اليوم الخامس او السادس، تسيب اكلك بال 24 ساعة او اكتر قدام فراخك. يعني ايه برضو؟ يعني لازم تحط لفراخك الاكل على او العلف على اكتر من مرة. والافضل وافضل طريقة حققت نتائج هي كل 6 ساعات، يعني 4 مرات في اليوم، بشرط ان انت تحط العلف على قد الاكل، وما تحطش علف على علف. لازم العلف بتاعك يكون طازة ويخلص خالص من قدام فراخك، وبعد كده تنزل العلف الجديد. ده هيعمل معاك، هيفتح معاك شهية الفراخ بتاعتك، هيزود سحب العلف، هيقلل المشاكل المعوية. كمان هتكون فراخك كلها واكلة، وبما ان فراخك كلها واكلة هيبقى التحويل معاك حلو، والتجانس هيكون احلى ان شاء الله، وبكده تبقى قضيت على الصرد. طب ده ازاي تعمله؟ هقول لك يا سيدي. وليكن مثلا انت فراخك بتاكل في اليوم 2 كيلو علف. يبقى ال 2 كيلو علف ما تروحش تحطهم الصبح قدام فراخك وتسيبهم لتاني يوم الصبح. يبقى انت الصبح ان شاء الله اول ما تقوم من النوم هتحط نص كيلو علف. النص كيلو ده المفروض كده هيقضيهم 6 ساعات. ال6 ساعات دول يبقى انت هتأكل اول وجبة نص كيلو. والافضل ان انت اول وجبة تبقى اقل من نص كيلو. بمعنى ايه؟ مثلا لو هي بتاكل نص، انت حط نص كيلو اقل شوية، معلش يعني ايه، احسبها بقى انت على الطن، احسبها على 100 كيلو، احسبها على ال5 طن، على حسب العدد اللي عندك. وكل العدد ما يزيد طبعا هنزود كمية العلف، وكل العمر ما يكبر هنزود كمية العلف. بس انت لما تيجي تحط، قلنا 2 كيلو مثلا هتقسمهم على 4 وجبات، يبقى انت لما تيجي تحط الصبح مش هتحط النص كيلو بالظبط، لازم يبقى اقل من نص كيلو، علشان الفراخ بتاعتك تخلصه في وقت اقل من ال6 ساعات. تقدر تجوع. بعد كده هتبدأ ساعة مثلا او نص ساعة، بعد كده هتحط الوجبة التانية، هتجوع برضو شوية، نص ساعة والساعة كده بالايه، بنفس النظام. يبقى كل ما هتحط العلف بتاعك هيبقى طازة قدام كتاكيتك. الريحة فيه مميزة، هيعمل إقبال شديد على العلف. كمان المعدة هتبقى مريحة، هتبقى فاضية، الحصلة فاضية، فهتبدأ فراخك تدخل على العلف، فهتاكل كويس، وبكده إن شاء الله تحقق معاك تحويل كويس ونتائج كويسة في التجانس. كمان هيفضل عندك إقبال على العلف، أو شهية الفراخ بتاعتك مفتوحة للأكل دايما. يبقى قلنا ان انت هتقسم اكلك على 4 مراحل. انت بتاكل 2 كيلو، يبقى اول وجبه هتبقى اقل من النص كيلو شويه، تسيب فراخك تجوع. بعد كده تحط لهم النص كيلو التاني واقل شويه، والكميه الزياده تحطها في اخر وجبه، علشان الوجبه دي بتبقى الاخيره في اليوم، فتقدر فراخك تاكل الكميه بتاعتها كامله. ولو زادت نص ساعه او ساعه ما تلخبطش معاك البرنامج بتاعك في سحب العلف. لو قدرت تحقق او تعمل الطريقه دي في لفراخك في اثناء الدوره بتاعتك، من اليوم الخامس او السادس لاخر الدوره، ان شاء الله باذن الله تعالى مش هيكون عندك سرطان. كمان هتزود مناعه فراخك، هتحد نهائيا من المشاكل المعويه. يا جماعه، سحب العلف قدام الفراخ او قدام الكتاكيت، الكتكوت بيفضل رايح جاي عليه، ما بياكلش الكميه اللي كافياه مره واحده، فبياكل ينقر نقرتين كده او طنقرتين في العلافه او في العلف، ياخد حبيتين، وبعد شويه ياخد كمان حبيتين بعد شويه، فبالتالي شغال على طول. فالموضوع ده بيعمل اولا سوء هضم،
لان الاكل على طول في المعده فما بيلحقش يتهضم. كمان بتقلل شهية الفراخ. كمان العلف بعد شوية ريحته بتروح منه. كمان العلف بيبدأ يسود. كمان ممكن يحصل معاك سموم تراكمية في العلف بسبب الحرارة أو والرطوبة اللي درجاتهم بتبقى مختلفة في العنبر على حسب العمر. ده هيسبب معاك مشاكل في العلف نفسه من السموم. وبعد كده تبدأ تظهر معاك السموم التراكمية. كمان المعو بتاعك بيبقى وحش جدا طول الدورة، وفي اسهالات او علف غير مهضوم او الكلام ده كله. وده كله سببه او بيسبب معاك تاخر في الوزن او تضييع زي ما بنقول للعلف اللي هو بيقلل معامل التحويل معاك. فبيبدا من هنا تبدا الخسائر من اول الدورة. يبقى الصح ان انت بتعمل برنامج بنقول عليه الوجبة او اللي بنأكل بالوجبة. ده ان شاء الله باذن الله يحقق معاك احلى نتائج. جرب في اسبوع وشوف الفرق معاك في سحب العلف وكمية العلف اللي هتاكلها في فراخك. كمان الوزن بتاعك شوفه هيبقى زيادة ولا لا. واتمنى ان شاء الله ان انت لما تنجح معاك تدعي لي وما تنسناش بالذكر بالخير. وربنا يوفقكم جميعا، وانتظرونا في حلقات جاية هنتكلم عن حاجات افضل ان شاء الله. وكده اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تربي دورة فراخ ناجحة تحقق منها عائد مادي